بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسين موسى. النهاردة هنرد على استفسار لأحد الطلبة بتوعي أحمد مصطفى، كان بيسألني على فيديو شافه على النت بيساعد في تعليم البرونانسيشن اللي هو النطق بتاع الفاولز خصوصا. طيب يا أحمد، بص، هو أنا طبعا في الأول هدي لك التحليل كده وبعدين هدي لك رأيي في الآخر. لو عايز الخلاصة على طول ورأيي على طول ممكن تقدم الفيديو شوية وانا هكتب لك تحت الوقت في الديسكريبشن اللي انت توصل فيه اللي هو الخلاصة او الاستنتاج على طول يعني. بص، هو طبعا فكرة الفيديو بتعتمد على فكرة اصوات اللغة الانجليزية مش الحروف. مبدئيا انا هدي لك كده زي ما قلت في التحليل في الاول وبعد كده في الاخر الخلاصة. تاني حاجة اللي قالته المدرسة عن الحروف ان احنا بنستخدم فيها الصوت، ان اللغة الانجليزية بنستخدم فيها الصوت اللي هي كلمة voiced. تمام. هو بص، هنا في 3 مصطلحات معناهم بالعربي ممكن يكون قريب من بعضه، لكن بالانجليزي المقصود منهم مختلف تماما. ايه هما؟ اول حاجة كلمة voiced اللي هي قالتها في الاول، ودي كلمة voiced معناها voiced sounds او voiced letters. مقصود بيها الحروف او الاصوات اللي انت بتستخدم فيها احبالك الصوتية. تمام. احنا عندنا بنقولها بالعربي اللي هي الصوتيه، الحروف الصوتيه اللي هي بنقول عليها متحرك. تمام. المعاني زي ما قلت لك قريبه من بعضها بالعربي، بس هي مقصود حاجه تانية بالانجليزي. يبقى بالتالي voiced ببساطه هو اللي بتستخدم فيها احبالك الصوتيه. المعنى المقابل هو عدم احتياجك للاحبال الصوتيه اللي هي بيتقال عليها مهموسه، اصوات فيها همس او مهموسه. تمام. تاني حاجة كلمة فوناتيك. فوناتيك اللي هو علم الصوتيات نفسه، وده اللي هو بيدرس ازاي تقدر تخرج اصوات يكون ليها معنى في لغة معينة ببساطة يعني. طبعا اكيد في تعريف اكاديمي ليه، بس انا بختصر معاك في الكلام عشان بس نحاول نفرق ما بين ال3 مصطلحات دول. وثالث مصطلح هو مصطلح الفاول. الفاول ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الحروف الصوتية. خلاص. اللي هي بنستخدم فيها الاحبال الصوتية. بس هو في فرق ما بين اصوات voiced، اصوات تستخدم فيها الاحبال الصوتيه، وحروف تستخدم فيها الاحبال الصوتيه. طبعا انا بقول لك بس الفرق البسيط ده يعني. تمام. طبعا الفاول دي اللي احنا حتى بنقولها بطريقه دارجه يعني اللي هي الحروف المتحركه. وكلمه متحركه هو اصلا غلط ان احنا نقولها، المفروض نقول حروف صوتيه، بس مش مشكله. انا بتكلم على العاده يعني، احنا متعودين ان احنا نقول عليها كده. ما تنساش انه الفيديو بيدور حوالين الاصوات وليس الحروف. يعني من اين تاتي الاصوات في بقك او داخل فمك يعني. تمام. انا بس والله انا كلام كاتبه اوريدي، كتبت السكريبت اللي انا هقوله يعني، فبقول لك باختصار كده بسرعه. ثالث حاجه هي شرحت علاقه الاصوات بمكان او وضعيه. اول حاجه مكان او شكل الشفايف، وضعيه الشفايف، وضعيه اللسان، طول الحرف الصوتي نفسه او الصوت الصوتي نفسه، والشده والاسترخاء بتاع عضلات بقك كلها وانت بتحاول تنطق النطق ده او الصوت ده بالذات. طيب رابعا، طبعا هي قالت ان عدد الاصوات الصوتيه دي او المجهوله دي 15 زي ما هي حسب رايها هي يعني. وهي بتقول طبعا انه في ناس اختلفت في الموضوع ده وبتقول في ارقام تانية، في ناس بتقول ارقام تانية. بعد كده هي قالت ان العلامات اللي هي كتبتها بقى في الفيديو، وهنا محتاج اقول لك ان العلامات دي مش حروف طبعا، لكنها رموز للدلاله على نطق حروف معينه. بيتقال عليها الرموز الصوتيه اللي هي phonetic symbols زي ما هي قالت في الفيديو. هي قالت ان العلامات دي موجوده في كل القواميس وكتب النطق. هنا بقى سألت سؤال مهم جدا، يعتبر هو ده محور الموضوع ومربط الفرس، لما قالت هل لازم اتعلم العلامات دي عشان احترف النطق؟ هي قالت لا، هي احد الادوات. ماشي. طبعا بعدها هي شرحت التقسيمه اللي هي عاملاها، مش هطول عليك في الحته دي. وبعد كده بقى هقول لك دلوقتي تعليقي انا بقى، لان هي قعدت بعد كده شرحت ودي تمارين وبتاع ده، مش هشرحه تاني يعني. انا عايز افهمك انه الفيديو ده علمي واكاديمي شويه، فلازم تشرح نظريات في الاول. اي طبيعه شغل اكاديمي او نظام منهج علمي لازم يشرحوا في الاول نظريات. فبالتالي النظريات بتبقى مش واقفه على حاجات تطبيقيه تقدر تلمسها بايدك، لا بيحاول يفكرك او يعرفك بايه، بنقول عليها بالعربي اللي هي بالانجلش قصدي بتقول عليها كونسبتس اللي هي زي مبادئ كده او تصورات كده. تصورات مش ماديه مش محسوسه بايدينا، لكن كلام مجرد قواعد مثلا. تمام. فهي لازم تشرح نظريات في الاول، ولازم تكون المعلومات بالتدريج
وبتبقى متقسمه بعنايه قوي. يعني ده ضروري برضو انك تاخد بالك منه. يعني لازم الحاجه تبقى متقسمه بالتدريج، لان ده النظام الاكاديمي. وزي ما انت شفت هي نفسها قالت ان الطريقه دي هي ما بتنصحش بيها، لكن هي طريقه بتساعد برضو، وانا معاها بصراحه. بس اغلب الناس للاسف طبعا بتكسل تتعلم بالطريقه دي، لذلك لو انت مستعجل الطريقه دي مش هتنفعك. خلاص، ده كان تقريبا نص الكلام اللي انا كاتبه عشان محضره لك عشان هرد عليك فيه يا احمد. لكن باختصار وببساطه الطريقه دي مفيده وكويسه وجميله وهتفيد بعدين في المدى البعيد يعني. لكن لو انت زي ما بقول لك، لو انت هدفك ان انت تتعلم بطريقه عمليه وبسرعه شويه، يبقى ما تتعبش نفسك في الحته دي، وتعلم على طول انك تسمع الكلمات والحروف يعني بطريقه تطبيقيه شويه، ما تذاكرش النظريات دي. تمام، على الرغم من انها بتفيد، لكن بتفيد على مدى بعيد بعدين جدا. تمام. مش عايز اقول لك يعني انا والله على الرغم من ان انا عارف انه مدارس التعليم دلوقتي والكورسات الدنيا ماشيه انه ايه، علم بطريقه عمليه، علم بطريقه عمليه، عرف الناس النطق على طول من غير ما تفهمهم القواعد او كده. لكن انا بقول لك انه مهما كان برضو الشغل الاكاديمي والشغل اللي بيبقى منظم وعلمي وممنهج كويس بيبقى دايما هيفرق معاك بعدين في المدى البعيد. واخد بالك؟ فببساطه خالص انت ممكن تمسك اي ديكشنري وتبص على العلامات النطق دي اللي موجوده في اخر الكتاب، ذاكرها كويس، ومن خلالها هتقدر تحسن نطقك سنه سنه ان شاء الله. العلامات دي بتفيد انها تبقى مكتوبه في اخر الكتاب لسته كده، يقول لك مثلا ايه، حرف الاي في كلمه باد بيتكتب بالطريقه الفلانيه، فلما تيجي تشوف العلامه دي مكتوبه في نطق كلمه، خلاص تقدر تعرف ان نطق الاي في الكلمه اللي هي غير باد بقى، كلمه ثانيه انت بتدور عليها، يروح كاتب لك علامه معينه. العلامه دي انت لما تشوفها تعرف انه الاي بتتنطق كده في الكلمه دي. واخد بالك؟ طريقه يمكن تكون انا بقول لك يمكن تكون، لان احنا ما بنتعلمش كده للاسف. احنا عندنا في مصر وكده ما تعودناش نتعلم بطريقه الفوناتكس دي، ان احنا نقرا السيمبلز، نقرا الرموز والعلامات دي. فممكن تكون طريقه غريبه شويه بالنسبه للناس، لكن صراحه ربنا هي بتفرق كتير، لان بعد كده بالنسبه لك بيبقى كلام، بالنسبه لك هيبقى لعب عيال. هتقرا على طول الكلمه في الديكشنري، هتعرف تنطقها، لا هتحتاج تروح لجوجل ترانسليت ولا هتحتاج تدور على نطقها على النت ولا حاجه. ليه؟ لان انت خلاص اوريدي فهمت كل رمز من الرموز دي بيتنطق ازاي. عشان كده هي لما جت في الفيديو ركزت على نطق الاصوات دي وكتبت لك رموز، ما كتبتلكش كلمه، او ما كتبتلكش انجليزي، او ما كتبتلكش حروف. هي كتبت ان الرموز دي بتتنطق كده، قعدت تقول لك اوع، مش كده؟ اهي الفكره دي في انه النطق الحرف ده بيتكتب بالطريقه دي عشان لما تيجي تقرا بعدين تعرفه. معلش انا اسف اذا كنت كررت الجمله اللي فاتت دي، الحته دي انا مش محضرها، مش سكريبت ولا حاجه، فبس باختصار يعني انا عايز اقول لك انه الرموز هتفيدك بعدين، خصوصا تفيد في الوقت ان انت هتبقى تبص على الرمز في الديكشنري على طول، تعرف بتنطق ازاي، وبعد فتره هتلاقي نفسك اتعودت اوريدي واحترفت النطق الكويس. اتمنى يا رب ان انا اكون افدتك، ولو عندك اي اسئله برضو اسالني تاني واسجل لك تاني، مفيش مشكله. طيب بس كده خلاص، اقول لكم بقى ايه التقفيله بقى. كان معكم مستر حسين موسى. عندي اوريدي يا جماعه الصفحه على الفيسبوك اللي عايز يتواصل معايا، مستر حسين موسى. انا اوريدي كاتب اللينك في الديسكربشن، هكتبه اوريدي. وبرده تواصلوا معايا على تويتر، ونمره تليفوني برده مكتوبه للي عايز يتواصل معايا. اوكي، شكرا، سلام عليكم.